إيه ده؟ جِبت كام؟ 50، 60، 70، 80%؟ حلو أوي. لو جِبت 50 أو 60 أو 70% فأنت كده جايب درجات زي الفل. اوعى تزعل، ليه بقى؟ علشان أسباب كتير أوي. أول حاجة لو أنت جِبت الدرجات دي فأنت في الغالب لو جينا حسبناها كده وجينا فكرنا هتلاقي إن أنت أصلًا معظم الكليات اللي أنت شايفها فوق خالص دي اللي أنت ما لحقتهاش هي ما كانتش في دماغك أولًا صح؟ ما كانتش في دماغك إنك تخش طب أو هندسة أو صيدلة أو علاج طبيعي أو كل الكلام ده. 100% أنت مش حابب المجال، أنت أصلًا مش عايز تشتغل المجال، بس ممكن تزعل شوية لو أنت مثلًا مخطط لنفسك كده إن أنت يعني راسم لنفسك طريق، والله أنا عايز أخش علاج طبيعي علشان أنا عايز أشتغل في المكان الفلاني وهيجيب لي فلوس كويسة وهاشتغل شغلانة محترمة وهيبقى شكلي قدام الناس كويس ومش عارف إيه والكلام ده كله. طيب حلو أوي. لو أنت فعلًا مش حاطط في دماغك الكليات دي فأنا عايزك بس تشيل جزء من الزعل كده على الكليات دي، خلاص يعني شيل الجزء بتاع الكليات دي من الزعل، ما تزعلش على الحاجات دي. أنت أكيد 100% أنا متأكد 100% إن أنت ما كانش في دماغك إن أنت تخش حاجة من دي، وحتى لو أنت كنت بتقول إن أنت عايز تخش دي فهو أنت ما قدامكش اختيار أو مش عارف تختار إيه، فأنت قشطة يالّا ممكن أخش طِب أو أخش هندسة أو أخش صيدلة بالمنطق ده يعني. حلو أوي. لو أنت جايب بقى أي درجة من الدرجات دي، مش جايب درجة اللي هي يعني مش درجة عالية اللي تدخّلك كليات قمة، وبالمناسبة ما فيش والله حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاع، التصنيف ده إحنا اللي اخترعناه علشان نشوف اللي داخل الكلية كده نقول له أنت كلية قاع، لأ، أقسم بالله ما في حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاع، إحنا بس بنقول كده عشان إيه ده؟ مش هادخل طِب، مش هادخل كلية قمة، إزاي؟ وبعدين كلية طِب مش كلية قمة، كلية هندسة مش كلية قمة، ليه؟ لإن دلوقتي الطلب على كليات القمة أو الطلب هو اللي بيخلّي التنسيق عالي، بمعنى أصح دلوقتي كل الناس عايزة تخش هندسة، فتلاقي هندسة مش هتبقى من 60%، ما هو 60% الشعب كله هيدخل هندسة، فيقول لك لأ والله هندسة دي هتبقى من 92، فبالتالي التنسيق بتاعها بقى عالي علشان كل الطلب عليها. لو جينا مثلًا حسبناها من 4 سنين فاتوا أو من 5 سنين فاتوا، كلية هندسة دي هي الكلية الأولى والوحيدة لكليات علم الرياضة. لازم يخش هندسة، أي حد داخل علم الرياضة هو هدفه يخش هندسة. فتيجي بقى دلوقتي السنة دي المتوقع جدًا إن كلية هندسة دي مش هي الأولى، مش هي الtop 1 في العلم الرياضة. هتلاقي إن طلاب علم الرياضة كل الناس هيعلّوا تنسيق حاسبات ومعلومات، يعني تنسيق حاسبات ومعلومات لو كان أقل شوية السنة اللي فاتت هو ممكن يعلى علشان كله عايز يخش حاسبات ومعلومات، كله عايز يخش ذكاء اصطناعي، فبالتالي هندسة هتلاقيها نزلت تحت، فأنت إيه ده؟ طب ما فيش طلب على هندسة يعني، خلاص بقى ما تدخلش هندسة. أنت كنت واخدها على أساس إنها بقى كلية قمة وكلية قاع وكده، يا ولد أنت يالا إيه. بما إننا جبنا سيرة بقى كليات القمة وكليات القاع، تعالَ أقول لك على حاجة برضه موجودة في مصر مستفزة جدًا، مستفزة لأقصى درجة بجد، وهي عقدة الخواجة. لو جينا دلوقتي قلنا إن في طالب في ثانوية عامة بعد ما طلّع النتيجة دخل كلية تجارة ده يا عم ده في تجارة يا عم، لأ ده في تجارة يا ابني، في تجارة والّا في آداب باين، كلية قاع يا ابني جدًا، لأ إيه ده؟ وتلاقي بقى شخص تاني مش مقرر إن هو يمشي نفس الأسلوب ده، تلاقيه مثلًا هو عايز يسافر برّه ويطلع ويدرس برّه أو يتجوز وتشتغل أي شغلانة، يشوف شركة يشتغل فيها، أو هو عنده أصلًا مهارة بيشتغل بيها فبتجيب له فلوس، فمش مهم أوي بالنسبة له الكليات، فقرر إن هو بعد فترة يسافر برّه ويشتغل، بعدين عايز يكمّل دراسته فتلاقيه هيدرس مثلًا إيه برّه، هيدرس business فهو ماشي هادرس business حلو business، فتلاقيه بقى لمّا ييجي هنا إيه ده أنت درست business بجد business؟ إيه ده يا ابن اللعيبة عملتها إزاي دي؟ حلوة على فكرة business دي، يعني فاهم كده مدياك برضه وقار يعني business وبتاع، ما هي تجارة، تجارة في مصر business في أمريكا وفي بريطانيا، إيه الفرق؟ هو درس تجارة، هنعتبر في فرق في التعليم مش مشكلة، نفس الكلية، هو خد نفس الحاجة، ده في تجارة وده في تجارة برضه، بس هو ده في تجارة محترمة شوية في أمريكا والّا في بريطانيا، وده في تجارة هنا في مصر، التعليم فيه فرق ماشي، بس هو نفس الكلية، فتلاقي الناس بقى هنا في مصر عاملين فرق اللي هو يا ابني ده في كلية قاع جدًا يعني. تلاقيها برّه لأ بادرس تجارة برّه مصر ومش عارف إيه، والدكتور بيحاضر ومش عارف إيه وبيدّينا معلومات وبتاع وبنروح بقى لابسين بدلة ونتخرّج ونعمل كل يوم مش عارف إيه في الكلية، فإحنا عندنا العقدة دي جدًا، جدًا في كل المجالات بقى، أيًا كان هتدرس إيه، هيدرس هنا آداب هيقول لك يا عم ده في آداب يا عم، هيدرس برّه آداب بيدرس أدب. لأ ده هيبقى مثقف بقى، والله بجد. ولعلمك بقى أي حد بيطلع يدرس برّه بلده، مش باتكلم على مصر بس، أي حد من أي مكان هيروح يدرس برّه بلده، الناس اللي في العالم كلها لمّا تقارن مثلًا هاروح أدرس في كندا والّا في بريطانيا والّا في أمريكا والّا في ألمانيا، هو بيروح هناك وهتكون فاكره رايح بيدرس كليات قمة، بيروح يدرس طب وهندسة وصيدلة اوعى تفتكر كده والله احسبوك أهبل، ما باهزرش، يعني الناس اللي بتطلع من بيوتها بتسافر بعيد وتروح تدرس، بيدرسوا حاجات عادية عندنا في البلد، اللي هو ماشي هيدرس أدب، هيدرس جغرافيا، الناس دلوقتي هتطلع تدرس تكنولوجيا وهيطلعوا يدرسوا كمبيوتر ساينس ومش عارف إيه، أمّا مش هيدرس طب وهندسة،
مفيش الكلام ده خلاص. انت لو هتدخل اي كليه من الكليات اللي الطلب عليها قليل، اللي هو في الغالب مجموعها بيبقى قليل شويه، فبالتالي انت عندك مميزات كتير. اول حاجه، انت مش هتدرس دراسه تقيله، مش هتقعد بقى تدرس تاني كل الدراسه بقى اللي انت درستها دي، شايف بقى كيمياء وفيزياء واحياء وجيولوجيا. الدراسه عندك بقى مش هتكون اللي هي بقى الدراسه اللي تاخد كل وقتك وتخليك تذاكر كل يوم، ولازم تذاكر عشان عندك كويز كمان اسبوع، ولا عندك ميد ترم كمان قد ايه، وفاينل بقى عليه المنهج كله والكلام ده كله. في الغالب اصلا يعني في ناس ما بتذاكرش فاهمني، يعني احنا ساعات بنروح الامتحان عادي كده قشطه، يعني ايه المشكله؟ مش بشجع على كده طبعا. غير كده بقى، والاهم بكتير بالنسبه لي، هو انك تقدر تشتغل. اولا اي شاب بيكون نفسه امتى؟ بيكون نفسه عند ال 25 سنه كده، ولا قبل ال 25 سنه بشويه، او لما تخلص 22 23 مثلا 24 سنه. فانت تقدر تكون نفسك، تعمل شغل، تعمل بيزنس، تعمل اي حاجه انت ممكن تجيب منها فلوس. يعني انت وانت في سنه اولى تقدر تروح تشتغل. اعتقد في ناس اصلا شغاله من قبل السن ده، يعني من قبل ما يخش كليه كمان، ناس شغاله وبتجيب فلوس وبتعمل دخل كويس يعني ما شاء الله. فبالتالي انت عندك 4 سنين. 4 سنين يعني محدش هيعدهم عليك، محدش هيعدهم ويقول لك قشطه انت بقالك 4 سنين لا يا باشا، روح اشتغل وشوف شغلانه انت ممكن تعملها، اتعلم مهاره. وده اللي انا بشجعه جدا جدا جدا، ان انت تتعلم مهاره على النت، سواء بقى ايا كانت المهاره ايه، مونتاج، فيديوجرافي، اي حاجه، اي حاجه تجيب منها فلوس تعلمها واعملها. و4 سنين معاك كاملين اعمل فيهم فلوس. كل الفلوس انت تعملها حطها في البنك، حوشها، هات بيها دهب، اي حاجه. ساعتها انت مكون نفسك يا باشا. اطلع اشتغل، اطلع كمل شغل، عايز تتجوز، عايز تسافر، عايز تعمل، بس تشتغل بجد من اول سنه، او تحاول تظبط الدنيا بتاعتك دي. 4 سنين معاك. الميزه التانيه بقى ان انت 4 سنين بس، 4 سنين بس. يا لهوي، في ناس تدرس 5 سنين، في ناس تدرس 6 سنين. اخويا كان بيدرس 7 سنين. طب كتير كتير قوي. ليه اخش ادرس انا 7 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين دلوقتي؟ هعمل ايه؟ هطلع زويل في الاخر؟ ممكن عادي، بس يعني ليه 5 سنين؟ ليه كتير؟ انت خلاص، طب انت مفعول دراسه طول الوقت. ثانويه لوحدها تخليك مش عايز تذاكر تاني. خلاصه الكلام اللي فات، اولا انت هيبقى عندك وقت كبير قوي، مش هتضغط في مذاكره وامتحانات والكلام ده كله، تقدر تشتغل وتعمل دخل مادي طول ال4 سنين محدش هيعدهم عليك. غير ده كله بقى، ان انت مش عليك ضغط كل سنه هتجيب كام، هتعمل ايه، طب لا انت ما بقتش تذاكر، انت مش عارف ايه. كلام الاهل طبعا هيبقى كتير ساعتها. فانت بالتالي عادي في اي كليه مش مهتم بالمذاكره، كده كده المذاكره مش هي الحاجه الاساسيه، كده كده عامه يعني. في الكليه المذاكره مش حاجه الاساسيه. هسيب لك فيديو هنا ممكن تشوفه هيفيدك جدا، يعني انت لسه داخل بقى ايه حته الكليات دي. فكده ملخص لكل اللي فات، هيبقى عندك وقت كبير تقدر تعمل فيه اي حاجه انت عايزها. مش هتدرس اكتر من 4 سنين، 4 سنين بس، يعني حاول ان انت ما تزودش عدد السنين دي، فاهمني؟ لو انت زودتها استفدت ايه بقى؟ غير كده ان انت هيبقى عندك وقت تقعد تعمل فيه اللي انت عايزه، تشتغل 4 سنين محدش هيعدهم عليك، محدش هيقول لك اي حاجه، تقدر تجهز فيهم فلوس كويسه، تقدر تطلع بقى بعد كده تشتغل وتكمل شغل، او عايز تتجوز هيبقى معاك فلوس تقدر تتجوز بيها، تكون نفسك بدري، يبقى عندك خبره في مجالات العمل او في المجال بتاعك اللي انت عايز تشتغل فيه. كل الكلام ده، كل الكلام ده لذيذ جدا. اول لما تدخل الكليه وتعدي فيها سنه او 2 هتكتشف ان والله العظيم 3 مش هتفرق انت في ايه. المهم انت هتعمل فلوس ازاي، وهتجيب حاجه انت عايزها ازاي، وهتتجوز ازاي. ممكن يبقى عندك مشكله في الجيش لو انت ولد، يعني بنات لا، بس خلاص مش محتاج حاجه تاني. فاهمني؟ انا هجيب فلوس ازاي؟ ايه الفلوس اللي هدخلها؟ ما انا لو طلعت اشتغلت ب 2000 جنيه ولا ب 4000 جنيه مش مستفاد. لو موظف دلوقتي بياخد 6000 جنيه مش مستفاد حاجه. فدلوقتي هجيب فلوس محترمه ازاي تعيشني دخل كويس؟ هصرف ازاي؟ هجيب الحاجه اللي انا عايزها ازاي؟ هتجوز ازاي؟ خلاص خلصت. فاوعى تكون فاكر ان يا جدعان ده كفايه بس ان هو مهندس ولا هو دكتور ولا ايا كان. المظاهر والاسماء دي والله ما ليها اي تأثير لازمه، وحتى في المجتمع الموضوع ده هيبدا يندثر واحده واحده مع دخول بقى الذكاء الاصطناعي والكلام ده كله. الناس دلوقتي بقت بتحترم الشخص اللي بيعرف يطلع فلوس كويسه. يعني يقول لك يا عم ده شغال في شركه بياخد 45000 جنيه، بيعمل ايه؟ بيبرمج. خلاص قشطه، لو بيبرمج تمام قشطه ماشي عادي. ممكن ما تكونش متخرج من برمجه، مش متخرج قصدي من حاسبات ومعلومات. صحيح، بالمناسبة أهم واحد بيبرمج في مصر كلها أسامة الزيرو مش متخرج من حاسبات ومعلومات بالمناسبة. يعني مش لازم تخش حاسبات ومعلومات عشان تطلع مبرمج أو عشان تطلع ويب ديفلوبر. كلام مهم. دلوقتي أنت دخلت السنة اللي فاتت كلها سنة زهق، سنة تقيلة جدا فيها مذاكرة كتير قوي، كل يوم لازم تذاكر، كل يوم لازم تحل اللي عليك، كل يوم لازم تفتح الكتاب، تعبان مريض بتموت هتقعد تذاكر. فبالتالي أنت عملت اللي عليك خلاص. سنة كاملة بتحطها في ورق. انت ايا كانت الكليه اللي انت هتدخلها، اهم حاجه واهم حاجه واهم حاجه قدر نفسك يا صاحبي. قدر نفسك كويس جدا ايا كانت الكليه اللي انت هتدخلها. قدر نفسك في انك تحط نفسك في مكانه كويسه. انك تحط نفسك في مكانه كويسه بيبدا من اول انت الصوره اللي بترسمها للناس اللي انت بتتعامل معاها لحد حياتك بقى كلها.
لما يجي مثلا في مهندس ودكتور صحابك بتتكلم معاهم، واحد دخل هندسه واحد دخل طب، ما تحاولش تقلل من نفسك علشان الكليه اللي انت دخلتها. ما تقولوش يا عم لا احنا في تجاره، لا انا كنت، لا انا دخلت مش عارف ايه. قدر نفسك يا صاحبي، قدر نفسك. في ناس كتير قوي بقابلها لهم بيقولوا يا عم بقى ده دكتور، يا عم ده انت دكتور انما احنا مش عارف ايه. لا، شغلك ودراستك وطريقه كلامك ومعرفتك وثقافتك هما اللي هيحددوا مكانتك في المجتمع. ثقف نفسك بطريقه معينه، تشتغل على حاجه معينه، انت مكانتك هترتفع تدريجيا كده كده. ده الشخص اللي يعرف يحط مكانه ليه في المجتمع، مش اي حد. لو انت في كليه طب ومالكش مكانه في المجتمع، لو انت في كليه اي كليه من الكليات اللي احنا بنقول عليها قمه، لو انت فيها وما بتعملش اي حاجه في حياتك، فانت عديم القيمه. القيمة بتاعتك مش هتبقى من كلية ولا من دراسة ولا من شهادة. الدكتور اللي بيدرس في تجارة أو عميد الكلية، هو كان في يوم من الأيام جاب مجموع مش مجموع كويس، أو حتى جاب مجموع كويس وقرر يدخل تجارة. دخل تجارة، الناس كانت بتقول عليه لا في تجارة، بعديها بقى معيد، بعديها بقى دكتور، بعديها بقى بيمسك منصب في الدولة عشان يساعد الدولة إن هي يبقى في مكانة كويسة. هو كان في الأول في الآخر إيه؟ ما هو دخل كلية عادية زيه زيك. فانت لو قررت تخش كلية، اما انك تحط نفسك في الكلية دي انا هبقى حاجة جامدة، اما ان انت تشوف قيمة ليك تانية تحاول تحطها لنفسك وتديها لنفسك بعيدا عن الكلية، لان الكلية مش هتصنع لك القيمة دي. اكتب ورايا كده وافتكر ان قيمة الانسان هو اللي بيحطها عند الناس، مش الناس اللي بيحطوا له القيمه دي. لو انت شفت الفيديو ده، اتمنى ان انت تحقق كل حاجه انت نفسك تحققها، وكلنا نوصل للحاجه اللي احنا بنحبها والحاجه اللي احنا عايزينها يا جماعه. وبس كده، شكرا ليك لو انت بتتفرج على الفيديو ده. لو حسيت ان انت فرق معاك ولو بنسبه 1 من 10%، ابعته لاي حد. شكرا، سلام.